اصحابي، فيديو جديد في ليدي مرمر. ازيكم؟ النهارده ميعادنا مع فيديو جديد، والنهارده الحقيقه انا جايه اعمل حاجه خفيفه جدا وسهله جدا، ويمكن كل الستات الشاطرين البيوت كلهم عارفين بتتعمل ازاي. ما فيهاش اي تكنيك ولا حاجه، لكن هو انا بس جايه اوريكم ايه تركيبه الاكل مع بعض، وجايه اوريكم نموذج ليوم شعبي سهل وخفيف. مش هنقف على البوتاجاز كتير ولا الاكل بسيط، تكلفته بسيطه مش مكلف. كان الطلب مني لما عملت الجدول بتاع الاكلات اني اصورها عملي، حتى الاكلات الشعبي. فالنهارده ميعادنا مع الفيديو ده سهل جدا. دي مسقعه، مش قادره اقول لكم طعمها تحفه. انا بموت في المسقعه الساده اللي من غير لحوم خالص. دي مسقعه، ودي بطاطس بالثوم والكمون. هنشوف طريقتها سهله جدا جدا. وده طبق سلطه بابا غنوج سهل وخفيف جدا وطعمه حلو قوي. الاكله دي بتتاكل مع العيش البلدي ومعاها كوبايه عصير كده حلوه قوي. بس ما فيهاش اي شغل زي ما قلت لكم، بس كل ما فيها انا جايه اوريكم تركيبه الاكل مع بعض انا عملتها ايه. وده كان غدا بسيط لينا النهارده، ينفع في يوم حر. الطماطم مش مسبكه قوي، اللي هو المسقعه مش تقيله. اقصد اقول لكم اللي زي حالاتي بيحبها وبيموت فيها هيحب ياكلها على طول، حتى ولو في الصيف. لو عايزين تشوفوا انا عملت الاطباق دي ازاي كملوا معايا لاخر الفيديو. ده شكل البتنجان بتاع المسقعه. بصوا انا بقطعه كده حلقات وسط، ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه. لو تخينه قوي مش هتبقى حلوه، وكمان لو رفيعه هتبقى ناشفه في الصوص بتاع الصلصه الطماطم. كمان بقطعه كده، انا بقشره وهو كبير وهو ثمره كامله على بعضها كده. اعمل خط وخط كده بالشكل ده، بعدين بقطعه حلقات. انا كده رش عليه ملح، مش بحطه في ميه، انا اوريدي غسلاه قبل ما ابتدي اقطع فيه. بحطه في ملح بس علشان ما يشربش زيت، وكمان عشان لونه ما يغيرش، لكن ما بحطهوش في ميه. تمام. وده البتنجان اللي هنعمله بابا غنوج. هوريكم دلوقتي الخطوات واحده واحده. هي الاكله مش صعبه، سهله جدا، بس انا زي ما قلت لكم بديكم نموذج للاكله ليوم شعبي انا بعمل فيه ايه. خليكم معايا. ده كده البتنجان بتاع البابا غنوج، انا بحطه على عين البوتاجاز من فوق. لو حطيته في الفرن هياخد وقت طويل جدا على ما يتشوي، لكن انا بحطه كده وبقلبه من الناحيتين وبحطه على النار مباشره. ما بحطهوش على طاسه ولا اللي هي الشياطه دي بتاعه الرز او كده، لا بحطه على النار مباشره، ما بياخدش معايا وقت. دلوقتي انا مشغله 3 عيون في نفس الوقت، طالما ينفع استغل الوقت فاضي، ما اعملش حاجه واخلصها وبعدين ابدا في الثانيه. لا، هنا البطاطس اهي بتتسلق. هي لسه مش سخنه. عايزه اوريكم حاجه غسلتها كويس وعملت ايه. بصوا عملت فتحات كده بالسكينه، مشيتها كده، مش عارفه باينه ولا لا. مش باينه. لما تتسلق هوريها لكم. قبل ما اقشرها هوريها لكم وتشوفوا شكلها ايه. وهنا البتنجان على النار، والبتنجان هنا بيتقلى، هقلبه وارجع له. وكمان في العين الرابعه اهو بدات احط الطاسه بتاعتي دي. هي غويطه شويه، هي اسمها سوتيز او زي قلايه كده بس غويطه، مش للقلي. هعمل فيها الصوص بتاع الطماطم علشان احط فيها البتنجان. هحط زيت وهحط توم. هبتدي اقلي التومه بتاعتي اهو، مش كتير قوي، انا مش عامله كميه كبيره، دي لوجبه غدا بس. ابتدي اقليها، انا مش عايزاها تتحرق، يا دوب ابتدي اشم ريحه التوم. ما حطيتش اي حاجه عليه. ناخد بالنا ان التوم ده لما كنا صارمينه كنا حاطين عليه ملح، فهحط ملح خفيف وهحط كمون بس مش دلوقتي. لو حطيت الكمون دلوقتي هيغير لون التومه وهتبقى نيه، مش هعرف امتى استوت، لكن انا هستناها اول ما تدخل على مرحله السوى هبتدي احط عليها الكمون والملح. بدا لون التوم بتاعي يتغير والتوم بدا يستوي. هحط هنا الملح وهحط كمان كمون. المسقعه بتحب الكمون جدا، والثوم عامه يحب دايما معاه الكمون. شايفين لونه غمق ازاي؟ ابتدي احمصهم مع بعض. لو حطيت ده في الاول انسوا ان انا كنت اعرف ان الثوم استوى. احمصهم شويه واحمص الكمون شويه وبعدين انزل بعصير الطماطم. حطيت خلاص اهو صوص الطماطم، اسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعض. ابص كده خلاص حطيت اخر حطه من البتنجان في الطاسه، والبطاطس اهي قربت تغلي. تعالوا نشوف البتنجان اللي بيتشوي. بصوا شايفين استوى ازاي من قدام كمان بالذات. انا هرفعه دلوقتي. انا محضره بوله فيها ميه
وكنت حاطه فيها مكعبين تلج عشان الميه دي تبقى ساقعه. هطلع البتنجان واحطه فيها علشان يوقف سوا من جوه وما يتهريش. ده البتنجان بعد ما اتقلى، شايفين انا بحبه في المرحله دي يبقى ذهبي كده، ولا يتحرق قوي ولا يطلع لونه ابيض ني. وقليت كمان فلفل اخضر عشان بحبه قوي في المسقعه. وده البتنجان تقريبا خلاص اهو برد. هنبتدي نشتغل دلوقتي في البابا غنوج. وتعالوا نشوف الصوص على الصلصه بدات اهي تدخل في مرحله التسبيكه، والبطاطس لسه بتتسلق. بصوا في المرحله دي هبتدي انزل البتنجان بس من غير ما احرك خالص، البتنجان والفلفل لو قلبنا هيتهري مننا. خلاص بصوا بدا الزيت يطلع بره، نعرف كده ان الطماطم بدات تتسبك. البتنجان والفلفل وهسيبهم ياخدوا غلوتين مع بعض، واقلب واطفي النار من غير ما اقلب خالص. تمام. دي طريقه والدتي، انا مش بدخل المسقعه الفرن. المسقعه اللي هي من غير لحمه دي مش بدخلها الفرن، كلها بتخلص عندي على البوتاجاز. يلا بينا بقى نروح للبابا غنوج. دلوقتي هنشوف طريقه بقى تقشير البتنجان. بصوا انا كده خلاص تقريبا يعني برد خالص، وهيبقى سهل خالص اشيل القشره. شايفين الخارجيه لانه خلاص هو برد، فهشيل القشره. هتلاقي القشره نفسها انفصلت عن البتنجانيه نفسها. بس كده شايفين اهو. وموضوع السلق على النار ده، الشوي على النار سهل عليا المهمه جدا جدا، وخلى البتنجان سهل خالص في شويه وما اخدش وقت. الفرن بتغيب قوي لحد ما الفرن تسخن والبتنجانيه تسخن، لكن هو علشان على النار نار مباشره فسهل جدا تقشيره. هقشر كمان البتنجانيه التانيه وارجع لكم. ده كده اهو خلاص البتنجانتين بتوعي خلاص بعد ما قشرتهم وهرستهم كده بالشوكه. هحتاج ايه بقى البابا غنوج؟ هحتاج الطحينه اللي احنا عاملينها مع بعض سوا، وهحتاج معلقه كبيره من الزبادي، وهحتاج توم. انا بحب احط قوي عليه التوم المفروم ده، وملح وكمون وليمون. اكتر من كده مش هزود. اول حاجه هحط التوم اهو بشوكه نظيفه كده، مش كتير برضو علشان طعمه ميبقاش يعني ايه بارز قوي اهو. وانا بقلبه كده كمان ادوس عليه علشان يبقى طري معايا يعني. احط ملح وكمون، وهبتدي انزل بقى ايه بالطحينه. مش هحط كتير، نسبه وتناسب كده مع كميه البتنجان. بس كده. وهحط معلقه كبيره من الزبادي اهي كده، تعتبر نص كوبايه او نص زباله. وهبتدي بقى ايه اقلب وادوق. الليمون بيبقى في الاخر خالص. البابا غنوج دي احنا بنموت فيها، بنحبها جدا. اوقات كتيره ببقى عاملاها عندي وحطها في علبه تلاجة في الفريزر جنب الاكلات، تبقى كده ايه سلطه زيها زي ما بناكل في اي ريستوران كده او اي مطعم، بتبقى حلوه قوي. ادوقها. محتاجه ملح بسيط، وهعصر الليمونه. نص ليمونه طبعا، مش ليمونه كامله، لان زي ما قلت انا عامله كميه بسيطه. ايه كده خلصت سلطه البابا غنوج بتاعتي. هنقلها في طبق نضيف بقى. واخر حاجه تفضل عندي هي البطاطس بالثوم. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. خلاص البطاطس اتسلقت، ده اللي كنت بقول لكم عليه. شايفين انا كنت عامله خطوط كده بالسكينه داير ما يدور البطاطس. ده فايدته ايه؟ يعني خط كده مش لحد جوه، ده بيخليني لما تتسلق بصوا البطاطس بتتقشر بمنتهى السهوله.
هقشر البطاطسايه بس عشان هي لسه سخنه، وانا عايزه اهرسها وهي سخنه عشان تبقى سهل الهرس وتبقى طريه عندي جدا. هقشر البطاطس بتاعتي وهنهرسها مع بعض ونشوف هنكملها ازاي. بصوا بقى، انا عندي هرست البطاطس دي الستانلس دي، بهرس بيها البطاطس بتخليها بالنسبه لي طريه كده وهشه وحلوه قوي، سهل جدا. وينفع كمان تعمليها بالشوكه عادي. بصوا البطاطس بتنزل ازاي مفروله كده وحلوه قوي، وهي عشان كمان البطاطس سخنه فسهله. شايفين الدخانه سهله انها تتهرس معايا بسهوله. هكمل البطاطس اهرسها وارجع لكم. على النار طاسه فيها زيت، وهنحط توم، كميه توم معقوله، هحط كميه كويسه جدا اهو، وهقلب فيها. واتفقنا ان احنا مش هنحط الملح والكمون كمان ده للبطاطس غير لما التومه تستوي معايا شويه. تمام، التومه بتاعتي اهي بدات تستوي، شمين ريحتها، ريحتها تحفه. هحط الملح وهحط كمون وهطفي النار على طول. اهو هحمص شويه بس الكمون والملح، شايفين لونها غمق اهو مع الكمون والملح، هي دي درجه اللون اللي انا عايزاه. بس الكمون يتحمص لازم لونه يطلع، سوري ريحته تطلع، ابقى شماها كده بايدي فيها عشان التومه ما تتحرقش من على الحروف كده. هطفي على التومه ونشوف هنكمل ازاي. طفيت على التومه ونشلتها من على النار خالص اهي سخنه. هجهز الهراسه بتاعت البطاطس بتاعتي والبطاطس اللي احنا سلقينها، وهنزل بالبطاطس هنا على التومه، وهبتدي كأني لسه بهرس البطاطس لأول مرة. هبتدي اهرسها كده جوه التومه. السلطه دي او البطاطس اللي بالثوم دي مش قادره اقول لكم قد ايه طعمها تحفه. الطريقه دي طريقه والدتي الله يرحمها، والحقيقه احنا يعني ما بنعملش غيرها، طريقه تحفه. ده نوع من انواع البطاطس كده طبق جانبي، او بيتاكل في يوم شعبي كده زي النهارده. يعني احنا دايما بنعمله مع البتنجان او المسقعه في يوم شعبي. همزج بقى كل البطاطس، شايفينها طريه ازاي عشان احنا هرسناها وهي سخنه. ههرسهم كلهم مع بعض. ده شكل البطاطس بعد ما خلصت، وبكده اكون خلصت الثلاث اطباق بتوعي النهارده اللي هما سلطه البابا غنوج والبطاطس بالثوم والمسقعه. شكل الاطباق الثلاثه هتشوفوهم في بدايه الفيديو في المقدمه. قدمت لكم النهارده يوم بسيط كده شعبي، يوم خفيف ينفع في يوم حر، خفيف كده سهل، مش محتاج حاجه متسبكه قوي او حاجه تقيله يعني. انا هستناكم في فيديو جديد، انتوا كمان استنوني. باي باي.